ازيكم يا شباب. في الفيديو ده هتكلم على موقع بيوت مصر وازاي تقدر تسوق منتجات بيوت مصر بالعمولة. في الفيديو ده هتكلم على بيوت مصر وايه هي الخدمات اللي بتقدمها بيوت مصر وازاي تقدر تاخد كل منتج من منتجات بيوت مصر وتسوقه بالعمولة. بيوت مصر في الاول، بس قبل ما اتكلم على موضوع التسويق بالعمولة، بيوت مصر هو موقع تسويق الكتروني، تمام، مجمع كل المنتجات الخاصة بالبيت وفرش البيت. طبعا في براندات كبيرة جدا زي النساجون وزي الدورا وزي فاميلي بيد وشركات اساس كبيرة جدا. وفي نفس الوقت في اقسام متنوعة ومنتجات متنوعة زي الادوات المنزلية والاساس والمفروشات والسجاد والديكورات والنجف والإضاءات. وتقدروا طبعا تشوفوا كل المنتجات اللي موجودة في الموقع من خلال المنيو أو الهيدر اللي موجود فوق، تمام. طيب، تعالى نتكلم على ازاي نقدر نبقى مسوقين بالعمولة على موقع بيوت مصر، وايه هي الخطوات اللي المفروض اعملها عشان اسجل في التسويق بالعمولة. اول حاجة تحت خالص في الموقع هنلاقي فيه حاجة اسمها سجل كمسوق. مجرد ان احنا مندوس عليها سجل كمسوق هتدخلنا على صفحة بتقولك ايه هي الخطوات عشان تسجل حساب الافiliate الخاص بيك على موقع بيوت مصر. وهي رقم واحد انك تسجل حساب اصلا على موقع بيوت مصر. فانك تسجل على حساب موقع بيوت مصر فانت هتدوس على من هنا. لو دوست من هنا هتلاقي بيحولنا على صفحة الخاصة بتسجيل الحساب. لو انت ليك حساب هيبقى موجود وهتقدر تسجل على طول، لو ملكش حساب بتسجل من اول وجديد، والتفاصيل كلها سهلة وبسيطة زي الاسم والبريد الالكتروني وكلمة المرور ورقم التليفون. طيب، انا بعد كده اول ما سجلت هروح دايس تسجيل دخول. انا ليا حساب فبالتالي انا بدخل على طول. اول ما بدخل بيبدأ يدخلني على حساب ادمن. هرجع تاني الحساب الادمن ده في حالة انك انت تاجر في بيوت مصر، لكن انت بما انك انت مش تاجر هترجع تاني للصفحة بتاعت سجل كمسوق. وبعد ما ندخل على الصفحة بتاعت سجل كمسوق هيقولك ايه الخطوة التانية اللي المفروض تعملها عشان تسجل حساب الافليات. تاني خطوة انك هترسل رسالة بالتفاصيل الموجودة هنا. الرسالة هترسلها من خلال الخطوات دي. أول حاجة الاسم، وبعد كده البريد الإلكتروني، وبعد كده رقم التليفون. وهنا هتختار إذا كنت هتسوق لموقع بيوت مصر ومنتجات بيوت مصر على صفحة ولا موقع ولا جروب ولا حاجة تانية مختلفة اوريدي انت بتسوق عليها. فانت لما بتحدد اي واحدة من دول، لو حددت صفحة فانت بتحط هنا لينك الصفحة الخاص بيك، عشان طبعا ده بيتم مراجعته وبناء عليه بيتم الموافقة اعطاء او ان هو يديلك، او موقع بيوت مصر يديك موافقة على حساب الافلييت او لا. لو موقع هتحط لينك الموقع، لو جروب هتحط لينك الجروب، تمام. والحاجات دي كلها من ديتري او لازم تحط البيانات دي، ما عدا طبعا الرسالة الاختيارية ديت. لو انت عندك اي معلومات اضافية عايز تضيفها او تسأل عنها، تمام، تحطها، تمام. غير كده بعد كده هتدوس ارسال. اول ما هتدوس ارسال هيجي لموقع بيوت مصر ايميل هيكون فيه التفاصيل اللي انت حاططها، ومن هنا هيكون انت بتعرفهم ان انت عايز الحساب اللي انت سجلته ان انت تشغله كحساب افلييت. طيب، انت خلال 24 ساعة هتستقبل ايميل من بيوت مصر. الايميل ده هيكون فيه آه انك انت اتقبلت في حساب الافلييت، او تم الرفض يعني، تمام. وطبعا مع الرفض هيكون في السبب. طيب، خلينا نشوف شكل الايميل اللي هيجي لك عشان تبقى عارفه. هتفتح الايميل بالشكل ده. لو اتقبلت هيجي لك ايميل بالشكل دوت، هيقول لك تم قبول وتفعيل حساب الافiliate الخاص بكم ويمكنكم الدخول على لوحة التحكم من هنا. لو تم الرفض هيكون جاي الايميل بالشكل ده: تم غلق حساب الافiliate الخاص بكم. وده طبعا في حالة ان انت كمان تكون شغال معانا وحصل اي مشكلة او اي او تسويق بشكل غير لائق مع القواعد الخاصة ببيوت مصر. فبالتالي هيقول لك ان هنا تم غلق الحساب الخاص بك، والاسباب هنا هيكون اسباب معينة تتحط لك، تمام. وبعد كده لو انت عايز تطلب من بيوت مصر ان هم يراجعوا الحساب تاني وهم يفتحوا لك الحساب تاني، فهتدوس على من هنا هيرجعك على الصفحة دي تاني، تمام. والصفحة دي تقدر تسجل فيها بياناتك تاني، بس في الحالة ديت هتحط في الرسالة هنا ايه: ان الحساب بتاعك تم غلقه وانك انت محتاج تراجعه من اول وجديد.
فبالتالي هيتم من خلال بيوت مصر ان هو يراجع الحساب بتاعك، وهيرد عليك اذا كان بالقبول او الرفض تاني. طيب خلينا نقول في حالة ان انت خلاص اتقبلت وجالك الايميل ده، تمام. في حالة قبولك وان يجيلك الايميل ده، فانت هتدوس على من هنا عشان تروح على لوحة التحكم الخاصة ب الافليت او التسويق بالعمولة. لو دوسنا عليها هيفتح لنا بالشكل ده. زي ما انتم شايفين ده الداشبورد او لوحة التحكم الخاصة بحساب الافليت. طبعا حساب الافليت في بيوت مصر هو مش شغال باي طريقة زي الكوبونات او غيرها. هو شغال بطريقة انشاء رابط افليت خاص بيك، وتقدر تشتغل من خلاله، سواء هتشيره مع العملاء الخاصة بيك وتشتري من خلاله وبالتالي هيتحسب ليك طبعا، او انك انت تدخل من خلال الرابط دوت اللي انت انشأته وتشتري للعملاء اللي بيطلبوا منك اوردرات، سواء عن طريق الصفحة بتاعتك او عن طريق موقعك او ايا كان، تمام. هنا في الصفحة الرئيسية من الداشبورد بيكون في كل التفاصيل اللي انت هتبقى محتاجها، زي نسبة العمولة اللي انت هتاخدها قد ايه. هنا مكتوب 5% دلوقتي. الارباح الكلية هتكون موجودة هنا، المدفوع، المسترجع، الرصيد، الزيارات اللي جات لك عن طريق اللينكات اللي انت اوريدي انشأتها، ومعدل التحول ده الكونفرجن ريت، عدد الناس اللي ظابط بالنسبه لعدد الناس اللي اشترت هتبقى نسبتهم قد ايه بالظبط. هنا هتظهر النسبه. وهنا العمولات الاخيره اللي انت حصلت عليها، تمام. وهنا هيكون اخر زيارات حصلت لك، وادي اللينكات اللي هتكون اتعملت بتاريخ بتاعها اللي اتنشأ فيها. طيب تعالى نتكلم على اهم جزئيه من هنا من الاجزاء ديت، وهي جزئيه انشاء رابط. لو احنا دلوقتي قررنا ان احنا نسوق لموقع بيوت مصر بالكامل، مش هنسوق لمنتج معين، فانت عندك الرابط بتاعك بيكون جاهز بالشكل دوت كده. فكل اللي انت هتعمله ان انت هتعمل بس نسخ، فهيقول لك تم نسخ بالشكل دوت، فخلاص هتاخد اللينك وتبدأ تشيره على صفحتك او على الموقع عندك. فبالتالي اي حد هيخش عن طريق الرابط دوت وهيشتري اي منتج من منتجات الموقع، فبالتالي هتكون انت ليك العمولة بتاعتك. طيب لو انت في منتجات معينة انت عايز تاخدها، او قسم معين انت اللي عايز تسوق له، قسم او منتج. طيب خلينا نتكلم كده. لو احنا هنخش مثلا على ادوات الطهي، تمام. هنفتح ادوات الطهي هنا كده وهناخد منها منتج معين، وعايزين نسوق للمنتج ده، وهو ده المنتج اللي يتم عليه لما يتم شراء المنتج دوت، هو ده اللي هتاخد عليه العمولة بتاعتك. فتعال نشوف. هناخد وليكن المنتج ده، هندوس عليه كده عشان ناخد اللينك بتاعه. هناخد اللينك بالشكل ده كده، كوبي. وبعد كده هنيجي هنا كده هنروح حاطين اللينك بالشكل ده هنا، بيست، تمام. وبعد كده هندوس انشاء الرابط. اول ما هنقول دوس انشاء الرابط، هيبدأ ينشئ الرابط دوت، وهيضيف الرابط الجديد هنا. زي ما انتم شايفين كده، ده رابط التسويق اللي انت هتسوق بيه، تمام. ضاف عليه الكود بتاعك، وبعد كده هيبدأ يقول لك انسخه، فانت هتنسخه وتبدأ تستخدمه زي ما انت عايز بالظبط. اول ما تستخدمه وهيجي هنا مثلا وليكن هنفتحه ونتستو تاني الرابط الجديد بتاع التسويق، ونعمل له تيست ونشوف هيفتح ولا لا. اول ما هيفتح هنا الرابط، المفروض ان هو هيسمع عندك في الداشبورد او في لوحة التحكم ان جالك منه زيارة، او زي ما انتم شايفين كده. هتدخل على الموقع، دخل بالرابط بتاعك. ولو لو خدنا بالنا كده او بصينا فوق كده في اللينك، هنلاقي ان اللينك فوق في الجزء او الاي دي بتاعك، تمام. طيب هنرجع تاني كده للافليت هنا، ولو دوسنا باك رجعنا، المفروض الزيارات هتلاقيها سمعت هنا اول ما تكون حصلت، تمام. بس ده اللي بيتم، تمام. ده اللي هيتم خلال الزيارات اللي هتتم. وتقدر تعرف طبعا تقريب الزيارات كله من هنا، وتقدر تعرف تقريب المدفوعات والعمولات اللي هتحصل عليها كلها من هنا، تمام. او المدفوعات اللي يعني العمولات اللي تم دفعها ليك يعني، والعمولات تقدر تشوفها كلها من هنا اللي هي جات لك. وهنا هتحط طبعا تفاصيل الحساب البنكي الخاص بيك عشان العمولات تتحول لك
كل 30 يوم. هنا هيكون هتحط اسم البنك او الاي بان، رقم الحساب البنكي او الاي بان بتاعك، وهنا اسم البنك، وبعد كده دوس تأكيد عشان يضاف اسم البنك بتاعك ويقدر يتحول لك العمولات كل 30 يوم. طيب في حالة طبعا ان الارقام اللي هنا ده الارباح او الارباح الكلية، هنا هيبان لك الربح بتاعك مع كل عملية شراء او كل عملية شراء ناجحة. ناجحة معناها ان عملية الشراء تمت، وان المنتج وصل للعميل والعميل خلاص دفع الفلوس وكل حاجة تمام. في الحالة ديت العمولة بتاعتك بتنزل لك على طول. طيب في حالة ان العميل كانسل او العميل عمل ريفند او طلب ان هو يرجع المنتج تاني، في الحالة ديت العمولة بتاعتك بتقل بالنسبة اللي انت خدتها على المنتج اللي تم شراؤه من خلالك. فبالتالي هتلاقي في التقارير هنا في المدفوعات هتشوف هنا الاي دي اللي انت عملته، تمام، اللينك اللي اتعمل هنا هتلاقيه موجود، وهتلاقي الحاله بتاعته، يعني الحاله بتاعته ديت اذا كان لسه في مرحله الشحن ولا اكتملت ولا إيه ولا حصل له ريفند ولا كانسل. وهنا العموله هتلاقيها موجوده، وهنا هتعرف الرابط ده انت انشأته في امتى، او الاوردر تم امتى، في تاريخ كام، واكتمل امتى، يعني تم توصيله للعميل في وقت قد ايه. فهنا هتعرف برضو معدل التوصيل بيكون كل قد ايه. طبعا هنا تقدر تفلتر بالتاريخ على ايام معينة وكل حاجة، وتقدر ايه تعمل تصفية. هنا هنا كده هيكون كل التفاصيل الخاصة او كل التفاصيل الخاصة بموضوع الافليشن، وهو موضوع بسيط بالنسبة لبيوت مصر وبالنسبة لك انت كمان. وتقدر من دلوقتي تشتغل على الافلييت او التسويق بالعمولة بشكل سهل وبسيط على بيوت مصر. وتقدر طبعا تتواصل معانا في اي وقت لو في اي مشكلة من خلال خدمة العملاء هنا، تمام. تقدر تتواصل معاهم عن طريق الواتساب او عن طريق الفيسبوك وتسألهم على كل التفاصيل الخاصة بحساب الافلييت الخاص بيك. فهنا الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشاكل خالص. وتقدر دلوقتي ان انت تنشئ رابط افيليت ليك على بيوت مصر، وتقدر تسوق له عن طريق صفحتك او الجروب او حتى موقعك بكل بساطة. شكرا جدا لكم.